اكتر منتج مظلوم عند شركه ابل هو مش الماك ولا الايباد ولا الايربودز ولا الساعه ولا اي حاجه من اللي ممكن تيجي في دماغك دي خالص، انما هو متصفح سفاري. ده علشان معظم مستخدمين ابل بيفضلوا بيستخدموا جوجل كروم او مايكروسوفت ايدج، بالرغم من ان سفاري عنده مميزات احسن من الاثنين دول مع بعض. في الفيديو ده هعرفك على 9 مميزات موجوده في سفاري مش موجوده عند اي متصفح تاني في الماك. انا سعد جرجس بقدم محتوى تقني، اتاكد انك تعمل لي لايك وسبسكرايب على الفيديو عشان ده هيساعدني جدا. ويلا بينا نتعرف على ايه هما ال9 حاجات دول. اول ميزه معانا هي التاب جروبس. في جوجل كروم التاب جروب بتبقى هي النقط دي، لما بتفتحها بيفتح لك التابس اللي فيها، لما بتقفلها بتتقفل عادي، بس بصراحه بتبقى مشتته لانك لو فتح 5-6 جروبس مثلا جواهم كل واحده 5-6 تابات بتاخد معاك مساحه كبيره. انما في سفاري الموضوع مختلف، وده علشان التاب جروبس كل واحده فيهم عباره عن براوزر مختلف تماما، وده بيسهل لك جدا الشغل والتنقل وبيخليك مركز من غير ما اي حاجه تشتتك. التاب جروبس دي علشان تخشها بتدوس على الزرار ده وبيظهروا عندك هنا، وعشان تعمل اي تاب جروب جديده يا دوب بتدوس على الزرار اللي من فوق ده بتاع نيو تاب جروب، هنسميها اي اسم سعد مثلا. مبروك بقى عندك التاب جروب الجديده، واي حاجه هتفتحها فيها فتح جوه. ننتقل لواحده ثانيه عايزين نرجع لها بنرجع لها عادي اهو، مفيش اي مشكله. ودي بصراحه افضل برودكتيفيتي هاك موجوده في سفاري مش هتلاقيها في اي براوزر تاني. خلينا نرجع بقى تاني لاول صفحه بتظهر عندنا لما بنفتحها، اللي بتبقى بالمنظر ده. بيبقى فيه حاجات كتيره قوي ممكن تشتتك وتخليك تروح في كذا حته. في سفاري بتقدر تظبط الموضوع ده وتسيب اللي على مزاجك وتشيل اللي على مزاجك. ازاي؟ وعندك من تحت على اليمين في زرار اسمه ادت، بتدوس عليه بيظهر لك كل حاجه مفتوحه قدامك، عايز تشيل ايه مش عايز تشيل ايه. يعني مثلا انا مش عايز السجستشنز اللي من تحت دي، عايزها تتشال عادي. عايز اشيل البرايفسي ريبورتس، شكرا انكم بتعرفوا لي الحاجه. الريدنج ليست، الاي كلاود تاب، مش عايز غير الفيفوريتس بتوعي بس. انا كده ما عنديش باك جراوند ايمج، لو انت عايز تحط باك جراوند ايمج عادي. تالت حاجه معانا بقى هي حاجه من النادر انك تلاقيها اصلا في اي براوزر تاني، وهي انك تقدر تغير شكله اصلا. ازاي؟ هتحتاج تخش على السيتنجز. ازاي تفتح السيتنجز على اي حاجه جوه الماك؟ عشان تفتح السيتنجز بتدوس على زرار الكوماند وزرار الكوما او الفاصله يعني. بتخش هنا بعد كده بتروح لتابس، اللي اوت هتغيرها لكومباكت، هتغيرها لك بالشكل ده. هتلاحظ الفرق اكتر لما تفتح اكتر من تابه، هتلاقيهم ظاهرين قدامك بالشكل ده غير الشكل الاساسي. تفضل الشكل ده او الشكل الاساسي دي تفضيلات شخصيه. رابع حاجه بقى هي حاجه روشه جدا. عارف المالتي تاسكينج اللي عندك في الموبايل واللي عندك في الماك، لما بتعمل الاربع صوابع كده بيفتح لك كل حاجه شغاله؟ اهو جوه سفاري بتعمل نفس الحوار بس بصباعين بس. بتجيب صباعينك وتعملهم كده لجوه، بيفتح لك المالتي تاسكينج بتاع سفاري بتاعك، تروح للصفحه اللي انت عايزها وتدوس عليها. خامس حاجه بقى هي اللي انت شايفها قدامك دي، الفيفورتس او زي ما بتسميها في كروم البوك مارك. الويب سايتس اللي انت بتستخدمها بشكل دايم وبتخليها قدامك عشان تروح عليها على طول. عشان تظهر او تخفي الصف اللي فيه الفيفورتس بتاعتك بتدوس كوماند شيفت وبي عشان تظهرهم او تخفي. طب انت لو ما عندكش اي اب وعايز تضيفه هتعمل ايه؟ زي جوجل كروم بالظبط، بتدوس كوماند وبتدوس معاه حرف اد دي بيفتح لك فيفورتس، تقول جوجل تدوس اد هتلاقيه ظهر معاك هنا. سادس حاجه بقى، انت اكيد لاحظت ان شكل البراوزر عندي مختلف عن عندك، وخليني اوريك. انت لما بتطلع فوق وتدوس رايت كليك وتدوس كاستمايز تول بار بيظهر لك الصفحه دي، تقدر تشيل وتحط الحاجات اللي انت عايزها. يعني انا مثلا حاطط بتاعت المالتي تاسكينج بتاعت الصباعين، لو عايز افتح تابه جديده، لو عايز اشير الصفحه اللي انا عاملها واخليها ابلكيشن زي ما انا عامل مع نوشن هنا او نتفليكس، الداونلودز والهيستوري والهوم، شلت السبيسز اللي موجوده هنا عشان انت هنا بينفع تضيف فليكسبل سبيس في النص فتصغر المكان. انا شايلهم عشان بحب شكل السيرش كبير، شكل اروج بالنسبه لي. لما بتحاول تشيل حاجه بتسحبها من فوق لتحت بالشكل ده وبيفضل لك المكان. حاطط الفورورد والباكورد والزرار بتاع التاب جروبس عشان دي اكتر حاجه انا بستعملها وده الشكل اللي انا حابه. وبالنسبه للزرار الهوم ده واحد من افيد الزراير اللي ممكن تستعملها. ليه؟ لانك بتكستمايزه على حاجه معينه. يعني انا مثلا زرار الهوم بتاعي بيفتح لي الصفحه بتاعه التحكم بتاعه شانل اليوتيوب بتاعتي، وده بتقدر تخصصه عن طريق انك بتدوس كوماند وكوما برضو اللي بتفتح لك السيتنجز. في الجنرال عندك هتلاقي الهوم بيج تحط فيها اللينك اللي انت عايزه يبقى ده الهوم بيج بتاعتك. حاجه كمان ممكن تعملها من جوه السيتنجز وهي السيرش انجن اللي انت عايزه. احنا كلنا طبعا بنستخدم جوجل، بس لو انت بتحب تستخدم اي حاجه تاني، ياهو، بينج، الكلام ده كله ايه بتختاره من هنا من السيتنجز في السيرش. ودي حاجه طبعا موجوده في اي براوزر في الدنيا يعني، دي مش ميزه بس قلت اقول لك عليها. نروح للنقطه اللي بعدها وهي بقى حاجه ممله جدا،
وهو الاوتو بلاي بتاع يوتيوب. لما تفتح اي فيديو الفيديو اللي بيشتغل بعديه على طول. عشان تحل المشكله دي بقى تدوس على كلمه سفاري اللي من فوق وتخش على settings for youtube.com. هتلاقي هنا اوتو بلاي، هتغير allow اوتو بلاي ل never اوتو بلاي، وكده هتتخلص من الازعاج بتاع الاوتو بلاي وكمان هتوفر في الباقه بتاعتك. وبعدها نروح لاخر حاجه واللي انا مش بستعمل حاجه منها دلوقتي بصراحه، وهي الاكستنشن. واللي هي في سفاري بصراحه موجوده اقل بكتير من جوجل كروم، بس ستيل هي حاجه مهمه وموجوده وهتساعدك كتير وهتسهل لك تجربه استخدامك. وعشان تقاد اي اكستنشن لسفاري بتدوس على سفاري من فوق وتدوس سفاري اكستنشن، هيفتح لك الاب ستور وتشوف كل الاكستنشنز الموجوده في الدنيا اللي انت ممكن تستعمل. اتمنى ان اكون فدتكم وساعدتكم ان انتوا تزودوا الانتاجيه بتاعتكم وانتوا شغالين على جهاز الماك بتاعكم. اتاكد انك تعمل سبسكرايب ولايك للفيديو عشان ده هيساعدني ان انا اعمل فيديوهات اكتر بكتير. سلام.